اهلا بيكم. بقينا في نص شهر اغسطس والشهر ده شكله هيبقى مجنون لعشاق الموبايلات، لان في كميه موبايلات جديده نزلت وجايه بشكل مش طبيعي. بس الخبر الوحش ان سوق الموبايلات اتغير بطريقه غريبه جدا، والاسعار بتاعت الاجهزه زادت بشكل مبالغ فيه. بس بعيدا عن الاسعار، الشهر ده تحديدا هنشوف اطلاقات كتيره جدا، بدايه من الفئه الاقتصاديه لحد اقوى فلاج شيب. مثلا ممكن فيفو تنزل 3 موبايلات مركزه على الكاميرات مره واحده، واوبو عندها موبايل جاي ببطاريه ضخمه ساعتها 10000 ملي امبير. فلو انت ناوي تشتري موبايل جديد الفتره دي ممكن تستنى شويه، لان في موبايلات قويه جدا جايه قريب. اول موبايل معانا من ون بلس، وتحديدا من الفئه الاقتصاديه، وهو الون بلس ان 6 اكس. الموبايل ده اتعمل له لانش بالفعل يوم 31 يوليو، ونقدر نقول انه الاخ الاصغر للون بلس ان 6. بس اكبر نقطه هنا هي البطاريه، لاننا بنتكلم عن بطاريه ضخمه بسعه 7000 ملي امبير. بس المشكله ان البطاريه الكبيره دي جايه معاها شويه تنازلات مش قليله. الشاشه هنا جايه 120 هرتز اتش دي ال سي دي، وبصراحه انا حاسس ان شاشات الاوليد بدات تختفي واحده واحده من الفئه الاقتصاديه. والاي بي اس ال سي دي بتعمل ريمونتادا من جديد، وربنا ما يكتب عليك ريمونتادا زي دي. التصميم نفسه شبه جدا الان 5، لكن الصدمه الحقيقيه ممكن تكون لما تعرف المعالج. الموبايل ده جاي بمعالج ميديا تك دايمنسيتي 6360، وده تقريبا نفس مستوى المعالجات اللي من فترة بعيدة كنا بنشوفها في موبايلات سعرها 120 دولار مثلا. بس دلوقتي بقينا بنشوفها في موبايل بحوالي 220 دولار، الضعف تقريبا. وبالنسبة للكاميرا فهي تعتبر كويسة، لكن اكيد مش هقدر اقول انها مبهرة ولا فلاج شيب. ولو سألتني هل الموبايل ده يستاهل تشتريه بالسعر ده، بالنسبة لي لا، انا شايف انك تتجنبه احسن. طب لو انت عايز موبايل مركز على الكاميرا، غالبا اول اسم هيجي في دماغك هو الفيفو. وبصراحة فيفو بقالها فترة بتعمل شغل جامد قوي في الكاميرات، وغالبا الكاميرات فيها بتكون اقوى نقطة في الموبايل. والمرة دي فيفو في 80 جاي بترقية اكبر في الكاميرات. الكاميرا الرئيسية هنا متوقع انها تكون 200 ميجا بكسل، ومعاها عدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجا بكسل، بالاضافة لعدسة ال 8 ميجا بكسل الالترا وايد. والموبايل نفسه هيكون مدمج نسبيا بشاشه 6.6 بوصه اف اتش دي اموليد 120 هرتز. اما بالنسبه للاداء فالموبايل متوقع يجي بمعالج سناب دراجون 7 اس جن 4، وبطاريه الفي 80 هتكون ضخمه بسعه 7200 ملي امبير. بشكل عام نقدر نقول ان الموبايل ده هيكون محترم جدا، يعني كاميرات قويه، شاشه كويسه، اداء محترم، وبطاريه ضخمه. بس بالطريقه اللي سوق الموبايلات ماشي بيها دلوقتي، انا متوقع سعره بصراحه يوصل ل 650 دولار، وممكن يبقى اغلى كمان من كده. هنستنى لما ينزل رسمي ونشوف، لان بصراحه اسعار الموبايلات بقت مجنونه جدا. والمشكله ان لما الاسعار بتعلى بالشكل ده نادر جدا لما ترجع تنزل تاني، بالعكس غالبا هنفضل نشوف الاسعار بتزيد اكتر. طب لو شايف ان الفيفو في 80 سعره غالي شويه، فيفو عندها اختيار تاني جاي بسعر اقل، وهو الفيفو اس 2. الموبايل تم اطلاقه رسميا يوم 6 اغسطس، وزي اغلب موبايلات فيفو اقوى نقطه هنا برضه هتكون الكاميرات. عندنا كاميرا رئيسيه من سوني 50 ميجا بكسل، ومعاها تيليفوتو 50 ميجا بكسل برضه، بالاضافه للالترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل، وكمان بطاريه ضخمه بسعه 7000 ملي امبير. اما بالنسبه للمعالج فالموبايل جاي بمعالج ميديا تك دايمنسيتي 7360، وبالتالي الاداء المفروض يكون كويس جدا ومناسب لمعظم الاستخدامات. وبالنسبه للسعر فالموبايل ده هيبتدي من 420 دولار. وعندنا كمان موبايل ثالث من فيفو، وهو الفيفو اكس 300 اي. الموبايل اتقدم بالفعل في الصين، لكن اتوقع انه مش هينزل عندنا غير بعد اغسطس، وممكن كمان نشوفه في سبتمبر. وده المفروض يكون ارخص موبايل في سلسله الفيفو اكس 300. بالنسبه للاداء فالموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 8 اس جن 5، لكن الحاجات اللي شدتني اكتر هنا هي الكاميرات. عندنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل بمستشعر سوني اي ام اكس 921، ومعاها كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر سوني اي ام اكس 882. والمستشعرات دي قوية جدا، فما تقلقش خالص من ناحية قدرات الكاميرا في الموبايل ده. البطارية برضو ممتازة بسعة 7200 ملي امبير، لكن انا متوقع ان الموبايل ده هيكون اغلى شوية من الفي 80، وممكن سعره يوصل ل 850 دولار تقريبا. بس كفاية كلام عن فيفو شوية، تعالوا نروح لاوبو، لان هي كمان عندها موبايل مثير جدا للاهتمام، وهو الاوبو الكي 15. احنا متعودين ان اوبو بتركز جدا على الكاميرات والتصميم المميز، لكن المره دي واضح ان هم عايزين يقدموا موبايل متوازن اكتر، لان الكاميرات هنا شكلها قويه جدا. عندنا المين كاميرا وهي 50 ميجا بكسل، ومعاها 50 ميجا بكسل الترا وايد، وحتى كاميرا السيلفي جايه بدقه 50 ميجا بكسل. اما بالنسبه للاداء فالموبايل جاي بمعالج سلسله ميديا تك دايمنسيتي، والاداء المفروض يكون كويس جدا. ولو انت مش بتلعب العاب كتير باقصى اعدادات فالاداء هنا كفايه جدا بالنسبه لك. لكن اكبر مفاجأة فعلا في الموبايل ده وهي البطارية.
جايه ب 8000 ملي امبير، وبالنسبه للسعر المتوقع فمتوقع انه يكون في حدود $450 تقريبا. بس اوبو لسه ما خلصتش، لان يوم 4 اغسطس قدمت موبايل تاني في الصين وهو الاوبو A7 برو ماكس. الموبايل ده ممكن نشوفه عندنا خلال اغسطس او سبتمبر، واكبر حاجه فيه من غير اي نقاش هي البطاريه، لاننا بنتكلم عن بطاريه بسعه 10000 ملي امبير. ايوه 10000 ملي امبير، يعني تقريبا لو جمعت بطاريه الايفون 17 برو ماكس زائد السامسونج الاس 26 الترا هتوصل لتقريبا البطاريه اللي موجوده فيه. بمعنى ابسط، تشتري الموبايل تشحنه كويس وبعدها ممكن تنسى اصلا ان في حاجه اسمها باور بانك. وبالنسبه للاداء فالموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 4 اس جن 5، والكاميرات تعتبر كويسه ومقبوله بالنسبه للفئه. عندنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا اماميه برضه 50 ميجا بكسل، وسعره هيكون في حدود $600 تقريبا. طيب لو انت عايز اداء الفلاج شيب لكن مش عايز تدفع فلوس الفلاج شيب، يبقى ممكن تستنى وتشوف الاي كيو نيو 11 اس، لان طبقا للتسريبات الموبايل ممكن يجي بمعالج ميديا تك دايمنسيتي 9500، وده معالج داخل ينافس مباشره مع اقوى المعالجات من سناب دراجون، فتقدر تتخيل مستوى الاداء اللي ممكن نشوفه هنا. وعندنا كمان بطاريه ضخمه بسعه 7000 ملي امبير. الشاشه هتكون 6.8 بوصه LTPO AMOLED بتردد 144 هرتز. فاحنا بنتكلم عن شاشه واداء معمولين بشكل واضح للناس اللي بتحب السرعه والجيمنج. اما الكاميرات فزي ما احنا متعودين من موبايلات اي كيو متوقع تكون كويسه، لكن ما تستناش منها تجربه كاميرات مجنونه او استثنائيه. اما لو تقدم فالسعر المتوقع ممكن يكون في حدود $630 تقريبا. نيجي بقى لواحده من اشهر سلاسل الموبايلات اصلا، وهو الريدمي نوت. الموبايل الجديد هو ريدمي نوت 17، وتم اطلاقه يوم 6 اغسطس. واهم ميزه في الموبايل ده هتكون برضه البطاريه، لان عندنا بطاريه ضخمه جدا بسعه 8000 ملي امبير، وكمان شاشه عملاقه تقريبا 7 بوصه بدقه 1.5 كي اموليد. فلو انت من الناس اللي بتستهلك داتا كتير، بتتفرج على يوتيوب على نتفليكس بالساعات، الشاشه الكبيره دي مع البطاريه 8000 ملي امبير ممكن يبقوا توليفه ممتازه جدا بالنسبه لك. الكاميرات برضو متوقع تكون كويسه جدا، والاداء نفس الكلام، يعني مش هيبقى وحش اداء، لكن بالنسبه للمستخدم العادي هيكون اكتر من كفايه. ولو استخدامك سوشيال ميديا، مشاهدات فيديوهات، شغل يومي ومعاهم شويه العاب على الماشي، فالموبايل ده المفروض يكون اداؤه معاك كويس جدا. والموبايل ده هيجي بمعالج من سلسله سناب دراجون 4، وفي احتمال طبعا ان شاومي تاخد نفس الموبايل تقريبا وتعمل له ريبراندنج تحت اسم بوكو، وهو البوكو M8 باور. وساعتها الموبايلين ممكن يجوا بمواصفات شبه بعض جدا. بس لحد هنا بقى وكفايه بادجت وميد رينج موبايل، لان دلوقتي هنبدا ندخل على الموبايلات التقيله فعلا. وهنيجي دلوقتي للموبايل اللي لما بتتكلم عن التصوير بيقدر ينافس الايفون وسامسونج بمنتهى السهوله والقوه، وفي بعض السيناريوهات ممكن كمان يتفوق عليهم. ايوه انا بتكلم عن الجوجل بيكسل. جوجل قدمت سلسله البيكسل 11 يوم 12 اغسطس، والسلسله المره دي هتضم اكتر من موبايل. ولو انت تحديدا بتحب الموبايلات المدمجه وفي نفس الوقت عايز كاميرا قويه جدا، فالبيكسل 11 ممكن يكون اختيار ممتاز بالنسبه لك. الموبايل جاي بشاشه 6.3 بوصه اوليد بتردد 120 هرتز ومعالج تنسور جي 6، والاداء المفروض يتحسن بشكل واضح عن الجيل اللي فات، خصوصا ان الشريحه الجديده مبنيه على معماريه 2 نانومتر. اما بالنسبه للكاميرات فمفيش تغيير كبير متوقع في عدد الميجا بيكسلز، بس احنا عارفين ان سحر البيكسل اصلا عمره ما كان في عدد الميجا بيكسلز. القوه الحقيقيه دايما بتكون في معالجه الصور بتاعه جوجل والتصوير الرقمي، ودي اكيد متوقعين انها تتطور اكتر مع الجيل الجديد. ولو البيكسل 11 العادي مش كفايه بالنسبه لك وعايز حاجه بريميوم اكتر شويه، عندك الجوجل بيكسل 11 برو. الموبايل برضه محافظ على الحجم المدمج وهيقدم تقريبا نفس مستوى البطاريه والاداء بتوع البيكسل 11، لكن الفرق الاساسي هنا هيكون في الكاميرات، لانك هتاخد نظام كاميرا اقوى من النسخه العاديه. طب لو انت اصلا مش بتحب الموبايلات الصغيره وعايز شاشه اكبر وبطاريه اكبر، عندك البيكسل 11 برو الاكس ال. والفرق الاساسي هنا بين البيكسل 11 برو والبرو اكس ال بيكون بشكل كبير في حاجتين: حجم الشاشه والبطاريه. يعني في النهايه جوجل داخله باربع موبايلات في السلسله: جوجل بيكسل 11، بيكسل 11 برو، بيكسل 11 برو اكس ال، وبيكسل 11 برو فولد. وفي وقت من الاوقات الموبايلات الفولدبل كانت لوحدها كفايه تخليك تحس ان انت ماسك موبايل جاي من المستقبل. بتفتح الموبايل وفجأة بتلاقي عندك شاشة ضخمة، مساحة أكبر للشغل، والمالتي تاسكينج بيبقى أسهل بكتير. وجوجل هتكمل في الفئة دي مع البيكسل 11 برو فولد. وبشكل عام شهر أغسطس شكله هيكون واحد من أقوى شهور السنة بالنسبة للموبايلات، قبل طبعا إطلاق أبل. عندنا موبايلات ببطاريات 7000 ملي أمبير و8000 ملي أمبير، ووصلنا ل 10000 ملي أمبير. عندنا موبايلات مركزة على الكاميرات، وموبايلات أدائها فلاج شيب،
وحتى الفولدبلز، يعني تقريبا مهما كان استخدامك او الفئه اللي انت بتدور عليها فهتلاقيها. وبالنسبه لي اكتر حاجه متحمس فعلا ان انا اشوفها هي الجوجل بيكسل 11 سيريز، خصوصا ان عايز اشوف جوجل عملت ايه مع التنسور جي 6 والكاميرات والاي اي، وكمان سلسله الريدمي نوت شكلها محترمه جدا، خصوصا مع البطاريه الضخمه اللي بقينا بنشوفها معاهم. بس دلوقتي عايز اعرف رايكم انتم، انهي موبايل من دول مستنيينه اكتر؟ ولو ناوي تشتري موبايل جديد الفترة اللي جاية اكتب لي في الكومنتات انت مستني ايه بالظبط. وحتى لو مش ناوي تشتري حاجة وداخل تتفرج بس فانت على راسي. وعايز اقول لك شكرا جزيلا، اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.